في الحقيقة أنا عارف إن الموضوع محرج جدا وصعب في نفس الوقت، بس أنا كان لازم أجي بنفسي وأواجه. مراتي قالت لي أعمل كده. أنا في الأول رفضت، بس اكتشفت إن كلامها صح فجيت. أنا أولاً يا أستاذ حسن جاي عشان أبارك لكم على الجواز أنت ونادية. ده حقها اللي اتأخرت قوي عليه. واحدة تانية في مكانها بعد اللي عملته معاها كان زمانها اتجوزت من بدري قوي. بس في الحقيقة يعني الجواب بيبان من عنوانه، واضح إنها عرفت تختار. ربنا يقدرك وتقدر تعمل معاها كل اللي أنا ما قدرتش أعمله. نادية شالت وتحملت المسؤولية كلها للآخر وما اشتكتش. الحقيقة أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه. أنا عارف طبعا الموضوع محرج جدا، وأكيد عندك مليون سؤال. أنا إيه سبب وجودي هنا؟ وأنا مستعد أجاوب يا أستاذ حسن. لا، الحقيقة أنا ما عنديش أي أسئلة من أي نوع. بس في الحقيقة أنا عندي كلام كتير قوي محتاج أقوله لو تسمحوا لي. طبعا اتفضل. لو وجودي هيمنعك أنا ممكن أستاذن. لا لا بالعكس، أنا محتاج وجودك عشان تكون شاهد ما بيننا، لأني مش هعرف أقول الكلام ده تاني. أنا أصلا مش عارف إزاي جيت، ولو سألتني دلوقتي هقول لك يا ريتني ما جيت وفضلت بعيد. أنا يا أستاذ حسن إنسان مش بيعرف يواجه، ده عيب في شخصيتي، ودايما كنت بحاول أهرب من المسؤولية. اتسببت في ظلم كبير قوي لنادية في حياتها بسبب العيوب دي في شخصيتي. أول ما جات لي فرصة أهرب من فكرة البيت والجواز والمسؤولية وبنات ودوشتهم، هربت بشكل مش محترم. أرجع أقولك في الآخر إحنا كلنا ننتاج لأهالينا، مفيش حد فينا كامل. يمكن أهلي علموني في المدارس، بس عمرهم ما فهموني يعني إيه بيت وجواز ومسؤولية، بدون الخوض في تفاصيل كتير عشان أنا مش عايز أقلب المواجع. أنا يمكن زمان ما كانش عندي الخبرة والفهم الكافي علشان أعرف مدى القسوة اللي اتعاملت بيها مع نادية والبنات. مفيش حد في الدنيا ممكن يعرف مدى القسوة دي إلا اللي عاشها، وللأسف هي عاشتها بكل تفاصيلها. بالرغم من كده ما منعتش أي حد من البنات إن هم يكونوا على اتصال بيا ولا شوهت صورتي قدامهم. وأنا بس عندي تساؤل عن توقيت الزيارة. ده أحسن وقت يا أستاذ حسن. أنا ما كنتش هقدر أجي وأتكلم ونادية قدامي غير وهي متجوزة. عايز صراحة أكتر من كده؟ ولا كنت هقدر أحط عيني في عينيها غير في وجودك. أنا أكيد مش عايز أي حاجة من نادية ولا من البنات غير إني أشوفهم وأقعد معاهم وأقول لهم إن أنا موجود. أنا محتاج أشوف بناتي يا أستاذ حسن. حضرتك أكيد هتفهمني، أنا مش عايز حاجة أكتر من كده. نفسي أشوف بناتي. الوحيدة اللي كانت على اتصال بيا أروى، حتى لما جيت الفرح امبارح بالرغم من إن هي اللي قالت لي تعالى أخدتني بعيد عشان ما تبوظش فرحة أمها. طلعت لي بره هي ورمزي وقفنا بعيد علشان نادية ما تشوفنيش. ومين قالك إن أنا ما شفتكش؟ بس كأني ما شفتكش. أنا أصلاً مش شايفاك، ما ينفعش أشوفك. عارف يا حسن، الراجل ده هو اللي علمني معنى كلمة ندل. نادية أنا مش ندل، أنا ما كنتش قد المسؤولية. الندالة مش إنك مشيت، الندالة إنك ما قلتش إنك عاوز تمشي. كان ممكن تقول وكنت هسيبك عادي. كان ممكن تقول أنا عاوز أمشي، كنت هديلك عذر. أنا مش ممكن أسيبك تقعد وأنت مش عاوز تقعد. أنت ندل يا يحيى. وعامة أنا علمت بناتي إن هما ما يعرفوش أندال. بس ده حقي إن أنا أشوف بناتي. اوعى تقول الكلمة دي تاني.
انت مالكش اي حقوق، فاهم؟ انا لو طول اشيل اسمك من اساميهم كنت عملت كده من زمان. يا نادي انا اتغيرت، انا مش جاي اخدهم منك، انا كل اللي طالبه ان انا اشوفهم برضاكي. ما تقول حاجه يا استاذ حسن يا نادية، حتى عشان اسمائهم اللي مربوطه باسمي. ارجوكي اسمعيني بقلبك، بلاش غضبك يكون سبب في حرماني من بناتي وانا في السن ده. حتى لو انا ظلمت بلاش انتي تظلمي، انا ماليش غيرهم يا نادية. جاي دلوقتي تقول الكلام ده؟ انا هقبل منك كل اللي انتي عايزه تقوليه، بس ارجوكي خليني اشوفهم. مش هيحصل، واروح سابها معايا بعدين. ملهاش اي ذنب اروح، واخواتها كمان مالهمش ذنب. دلوقتي جاي تفتكر ان عندك بنات؟ يا أستاذ حسن أنا مش عايز أي حاجة غير شكل علاقة محترمة يجمعني بيهم ويفضلوا معاها. أنا غلطت في كل حاجة عملتها معاهم في حياتي، ومش عايز حاجة غير إني أنا أشوفهم وأحاول أعوضهم على قد ما أقدر، وكل حاجة هتفضل زي ما هي. والله ما عايز حاجة غير كده. شكلي البايظ قدامهم ده أحاول أعدله شوية. لا. نادية بتهيألي اللي من حقه يقول او لا هو البنات نفسهم. حقه يا نادية. ربنا ادالك راجل محترم قلبه كبير وبيحس. أنا عايز أشوف بناتي يا أستاذ حسن، محتاج أشوف بناتي. انت ايه اللي نزلك؟ اطلعي نامي. نادية بقول لك اطلعي نامي. نادية ما ينفعش كده. نيلي اسمعي الكلام، اطلعي نامي. نادية مش معقول اللي بتعملي ده. انت مالكش دعوه اصلا، هي ما تعرفش ده مين. بقول لك اطلعي نامي. تعالي هنا. تعملوا ايه هنا؟ اتفضلوا اطلعوا فوق، اطلعوا فوق. يا نيلي نمت كويس يا حبيبتي؟ نمت كويس يا انكل. صباح الخير يا حبيبي. صباح النور. تعال عشان تقولي عاوز تفطر ايه. يلا. ديشا انا مبسوط منك ان انت ظبطت المنبه وقمت لوحدك وغيرت هدوم. مصطفى، هو انت ليه بتروح المدرسة بالموبايل؟ بيقفلوا وبيشيلوا في الشنطه. انا بسأل مصطفى. بحطه في الشنطة وساعات بلعب فيه في البريك، ولو بابا اتأخر عليا بتصل بيه. في البريك اقعد العب مع صحابك بدل ما تفضل باصص في الشاشة. وبعدين لو بابا اتأخر عليك استناه. هو انت تقدر تخرج بره المدرسة؟ لا. خلاص. طب ما انا بقعد ازهق. طب انا هقول لك على فكرة تانية. لو بابا اتأخر عليك اقعد اعمل الهوم ورك بتاعك، وهو تشيل من عليك لما تروح بعدين. نيلي بتعمل كده. الموبايل كتير بيعمل ادكشن. برافو يا نيلي. هو انت مش هتجيبي لي موبايل زيه؟ بتقولي حاجة؟ لا.
كلام طنط ناديه صح يا ديشي. احب تكون مقتنع. مقتنع بس زعلان شويه. المهم انك تكون مقتنع. ميرسي يا حبيبي. هي ليلى مش رايحه المدرسه النهارده؟ لا، ما نويتش كويس بعد اللي حصل امبارح، فسبتها. ما حبيتش اضغط عليها. وانتي؟ انا مش عاوزه اتكلم. براحتك يا باشا تعالى هوب. تمام ازيك؟ الف مبروك يا باشا. الله يبارك فيك يا رفعت. شكرا. ده منظر عروسه لسه راجعه اول يوم. ماله منظري؟ مكشره كده، الناس هتقول ايه؟ ما تولع الناس على فكره. لا ما تولعش الناس. بعدين بتعملي كده ليه؟ انا عملت لك ايه؟ تاني يا حسن. وتالت يا ناديه. لو سمحت ما تتدخلش في حياتي ويلا. ما انت كنت رايق يا هندسه، جبت لنفسك وجع القلب صبح وليل. سامعك يا زفت. حبيبي يا باشا. ايوه الطبيعي لما تبقي غلطانه اني راجعك، وانت كمان اعملي معايا كده. اسكت يا حسن. ايه اسكت دي؟ ما تتكلمي كويس. لو سمحت ما تتكلمش معايا وانا انا اتكلم براحتي. ألف ألف مبروك يا باشمهندس. الله يبارك فيك يا سيدي. بضحك معاك يا ولد. ألف مبروك يا باشمهندس. الله يخليك. شكرا. ما تتكلمش معايا غير في الشغل من هنا ورايح. قال يعني بنتكلم في البيت. وبعدين انا ما اتكلمتش لما سحبت الموبايل من مصطفى وسبتك تتحشري براحتك. انت بتقارن ايه بايه ما اصلا؟ هي ليه والنبي؟ ايدك دي ما تترفعش تاني وانا بكلمك، فاهمه ولا لا؟ ألف مبروك. شكرا. اتفضل علي. يرضي مين ده والله؟ نصحى كل يوم على الاشكال دي. يا ابني عيال بارده برود. لا وعايشين عادي في البيت، مفيش اي كسوف بجد، مفيش بربع جنيه دم. طب احنا هنعمل ايه في الموضوع ده؟ ومش عايز اتدبس في حاجه تاني. قلت لكم الاول الواد مصطفى هيودينا في داهيه وهو باعنا. يعني هم احنا بس يعني؟ ما هم كمان اتباعوا. انا مجهز حته خطه هفورهم لك من هنا خالص. خطة ايه يا ناصح؟ اتقل. طب واحنا هنعمل كده ليه؟ ما هم كمان مش عاجبهم الموضوع. يعني احنا متفقين ما نقعد نتكلم معاهم. صراحه انت شتتينا بموضوع ابوكي ده، ما كانش وقته خالص. ايه ابوكي دي؟ ده على اساس ان هو مش ابوك انت كمان ولا ايه؟ لا مش ابويا، ابويا بالاسم بس مش اكتر. بالنسبه لي وجوده زي عدمه اصلا. عمري ما حسيت اني عايزه اشوفه. ولا انا. لا انتوا بقى مش سويين، دي حاجه ترجع لكم. يعني انت اللي سويه قوي. طب هو اللي حصل حصل. هو انت بتعملي مصيبه وبعدين ترجعي تقولي اللي حصل حصل؟ يا بنتي ما احنا كنا تمام وماشيين في خطتنا، ايه بقى لازم انا قلت 100 مره ان هو كده كده كان راجع مصر وهيعيش هنا مع مراته. كل الموضوع ان انا قلت له ان ماما هتتجوز وما فرقتش في حاجه. لا فرقت على فكره، بدليل اللي هو جه على طول. هو انتوا اغبياء؟ ما هي ماما اصلا اتخانقت معاه علشان هو اتدخل في الموضوع، ودي حاجه كويسه. لا مش حاجه كويسه، وهيتصالحوا وهتشوفي. يتصالحوا ازاي؟ ده هي احرجته قدام بابا. اروح حبيبتي، لو كان انكل حسن فعلا اتخانق وزعل ان بابا جه كنت هقول لك ماشي اوكي مش هيتصالحوا، لكن الراجل اتعاطف مع ابوكي يا هبله. لا وكمان ايه، قال لها خلي القرار يبقى مع البنات. مش مصدقه ان هو قال كده بصراحه. على فكره بجد هو راجل كويس، باين من تعامله معانا. لا هو الواحد يقول اللي ليه واللي عليه. انا ولاده دول هم اللي انا مش طايقاهم.
جماعه انا مش عارفه استوعب ان انا مش عارفه اجيب حتى كوبايه ميه من غير ما يكونوا متنيلين قاعدين تحت. دي كل مشكلتك كوبايه الميه؟ الراجل ده ولا كويس ولا زفت اصلا. كل اللي بيعمله ده عشان خاطر ماما مش اكتر، لكن احنا بالنسبه له حمل تقيل ولازم يخلص منه. عشان كده احنا لازم نمشي من هنا باسرع وقت. قعدوا غنوا وردوا على بعض بقى. ما تبطلي استفزاز بقى انت كمان. بصراحه عندها حق، عندك حل قوليه، ما عندكيش يبقى تسكتي خالص. احترمي نفسك يا ليلى وكلمي عادل. احترم نفسي ازاي يعني؟ احترمي نفسك، انا اختك الكبيره. كبيره تبقى قد النهايه كبيره. طب اخرسي بقى. مش بس عشان هما جايين علينا. صباح الخير. اهلا. لا احنا مش هينفع نبتدي كلامنا كده. كلامي بالظبط. هو انت متحفزه ليه كده من قبل ما نتكلم حتى؟ ما تهدي كده وتقولي هديت. ما تتكلم كويس. انا بتكلم كويس، اسمعي انت كويس. خلاص يا طاهر. هو ايه اللي خلاص؟ تتكلم باسلوب احسن من كده، دول ضيوف في بيتنا. احنا اصلا مش عايزين. ولا احنا. وهو ده بقى الموضوع اللي احنا عايزين نكلمكم فيه. محدش فينا عايز الموضوع ده، فعايزين نوصل بقى لحل وسط بدل ما نقعد نضايق بعض ونزعل بعض، حقنا للدماء يعني. حقنا للدماء. ما هو دكتور بقى وكده. عسل يا بنات، عسل. كمل يا دكتور. انا هعتبر دي سخريه لطيفه. احنا عايزين نفكر في طريقه نطلق بيها امكم من ابونا، بما ان احنا مش طايقينكم. ولا احنا طايقينكم والله يا علي. ده انا كنت بقول عليكي عاقله. انت اللي بدأت. قولي براحتك. هو انت شايفه نفسك كده ليه يا بنت؟ بنت لما ببيتك. يا طاهر يا جماعه مش عايزين الامور توصل لكده، بعد اذنكم. احنا عايزين نفكر بشويش ازاي هنضرب مشرط في الجوازه دي، بما ان لا انتوا طايقيننا ولا احنا طايقينكم، وطبعا انتوا مش هتدخلوا نيلي في الموضوع ولا احنا هندخل مصطفى. موافقه. موافقه على ايه بالظبط؟ طب يا جماعه انا موافق على اي حاجه علي وطاهر هيقولوها. انا لازم امشي عشان عندي ميعاد. ليلى كمان موافقه على اي حاجه علي وطاهر هيقولوها. مش عرفك؟ هي عارفه. وبعدين ما عندك كلمات تساليها ولا ايه؟ ده ايه ده؟ مش دلوقتي. طيب تقدروا تقولوا اقتراحات لو عايزين. تمام. انا هقول لك، احنا مثلا نتبلى عليكم اللي انتوا قرفنا في عيشتنا، فماما تاخدنا ونمشي. يا سلام. وليه مش العكس؟ احنا نتبلى عليكم فهو يبقى شايف انه ما ينفعش يكمل في الجوازه دي. اللي هيتصدق اكتر اللي احنا نتبلى عليكم. ليه بقى يتصدق اكتر؟ على اساس انكم اضعف وارق وكده؟ ده كده كده. بعدين ده الطبيعي على فكره. فين الطبيعي ده؟ مش شايف الصراحه. ما تهدى بقى بدل ما ازعلك. لا انا ما بزعلش، انا بزعل بس. وريني. يا جماعه احنا عايزين نوصل لحلول متوازنه، بعد اذنكم يوم ولا يومين كده وهنعمل اجتماع نشوف ازاي هنطلع من الورطه اللي اهلنا ورطونا فيها دي. ينفع كده؟ ينفع. تمام يا جماعه، بس في اسرع وقت بقى عشان انا خلاص مش طايقه. ومين طايقك؟ يا طاهر بعد وانت مش اختهم الكبيره، مالكيش كلمه عليهم ولا ايه؟ يا عم اختي كبيره ايه وزفت ايه بس؟ زفت. زفت. انت عبيط. هو عبيط. لا مش هينفع كده يا جماعه، انا عندي شغل. يا ريت تقعدوا تفكروا وتشوفوا هنوصل لحلول ايه، تمام؟ ويا ريت نفكر ان احنا كلنا مع بعض، عن اذنكم. طب احنا هنفكر يا اخ طاهر ونبقى نبلغك. حلوه اخ طاهر دي، كبيره فعلا. هو انت ايه قطر كلام؟ ما تسكت بقى. واسكت ليه؟ خلاص ما تسكتش، انا هعرف اسكتك. وريني. طالعه اوضتي. تنحى قوي. اوضتك؟ استغفر الله العظيم يا رب. ولا كنتوا بتحلموا بنص اللي طب انت فيه بطل ده أصلاً؟ استفزاز بقى يا ابني انت. ما تقولي لاختك دي قص الاستفزاز كله. تعالي يا بنتي نطلع الاوضه، ده تعبان في دماغه. لا مش هنطلع، وهنفضل قاعدين براحتنا. سيبيها براحتها. الو تيتو انت فين؟ انا في البيت. تعالى على الكافيه حالا. ايه في حاجه كويسه؟ اصل بابا قرر انه يقعد يسمعني، وانا قلت له عايزه اقعدك مع اقرب حد ليا ووافق، وبجد اول مره تحصل انه يبقى مش وراه حاجه. يا بنتي طب ما انا هقابله في الاوبننج بالليل. اوبننج ايه يا طاهر؟ هتقعد معايا يعني في الزحمه والدوشه اللي هتبقى بالليل دي؟ ده هيقعد معانا انا وانت لوحدنا دلوقتي، ودي بالنسبه لي احسن فرصه اني اعرفك عليه بشكل مختلف وافهمه واحده واحده. ممكن بس تلبس وتيجي بسرعه؟ حاضر ماشي، هلبس على طول مش هتاخر. باي.
بتستفزني على فكره. انت كويس يا باشمهندس؟ اه كويس. في ايه حصل يعني عشان تسالني سؤال زي ده؟ ولا حاجه، انا بس بطمن عليك. هو ما قالش يعني حاجه يا باشمهندس عشان حضرتك تتنرفز عليه كده؟ هو انا اتنرفزت ولا اتعصبت؟ ما انا هادي اهو. انت شايف كده يعني؟ يوه. لا ده بدري قوي على الكلام ده. اقطع دراعي من هنا ان ما كانتش هي اللي منكده عليه كده. يا عاشور. هندسه. ما رمزي فين؟ ما جاش النهارده وكلمته كذا مره ما ردش. غريبه. ما شفتيش المفاتيح بتاعتي؟ مفاتيح ايه؟ مفاتيح البيت. بتدور عليها انت، انا مالي؟ هو انت بتردي كده ليه؟ ما تردي عدل. على فكره انا برد عدل، انت ليه عندك نقص مش فاهم؟ والله انا عندي نقص مع الناس اللي ما عندهمش اصل زيك. حقير. بس هقول ايه؟ ما هي التربيه واضحه. والله انا اللي مربيني ده يبقى لا مؤاخذه جوز امك. فما تتكلميش على تربيته، ها؟ على الاقل ما سابكوش متمرمطين. صحيح، الراجل اللي جه امبارح ده عاقل قوي. فكر فيها صح. ما عرفش يعيش مع امك ولا مع امثالك انت واخواتك. انت ليه لا ما تربيتش؟ انت عبيطه؟ ده انت نهارك اسود. وطي صوتك واتكلم بقى. انا صوتي عالي عشان بقول الحقيقه. لا عشان سافل. انا عرفت ليه امك ما صدقت تتجوز ابويا، عشان تلاقي حد يلمكم. اخرس. ممكن تخرس؟ مش عايز اسمعك. شكلي جيت على الجرح ولا ايه؟ ها؟